ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ليه دايما بتلاقي ناس حياتهم كانت مقفلة جدا وبدأ ربنا ان هو يفتح لهم حياتهم وحياتهم تتبدل، والاقفال اللي موجودة في حياتهم بدأ ان ربنا يفتحها بسبب ان هم بدأوا يستغفروا ربنا كتير جدا. وطبعًا الاستغفار فيه إحنا عندنا حاجات كتيرة جدًا لمّا تبدأ تستغفر. أول حاجة إن ربنا بيبدأ إن هو يمنع عنك البلاء، تاني حاجة بيغفر لك الذنوب، بتكون سبب في نزول المطر زي ما ربنا قال: "وقُلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين." يعني الناس اللي عندها اللي ما بتخلّفش أو ربنا ما رزقهاش بالإنجاب، تستغفر ربنا كتير جدًا، جدًا، وتعمل لنفسها وِرد كبير جدًا من الاستغفار لحد ما ربنا يرزقها بالأموال وبالبنين، وبيكون سبب في دخولك الجنة، بيكون سبب في إن ربنا بيمنع عنك أي بلاء، بتكون حياتك فيها رغد في العيشة، يعني حياة مرفهة فيها كل الخيرات اللي ربنا قال لك عليها. ثانيًا إحنا ما بيعدّيش يوم علينا غير لمّا بنكون أذنبنا ذنب أو 2 أو 3، سواء كان نميمة أو غيبة أو أشياء كتيرة جدًا، اتكلمت في حد، أذيت حد من غير ما تكون قاصد، ظلمت حد، خدت حق حد، حاجات كتيرة جدًا وأشياء بسيطة جدًا، جدًا إحنا بنعملها ذنوب بسيطة، وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم، ولكنها بتيجي في صحيفتك بتتقل السيئات بتاعتك يوم القيامة. طب لو أنا ظالمة حد من العباد، ما تنساش إن أنت تستغفر وتقول: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي. أصحاب الحقوق عليك اللي هم الناس اللي أنت ظلمتهم أو أذيتهم، عشان ما حدش فيهم يقتص منك يوم القيامة وياخد من حسناتك، فأنت كده بتستغفر لهم، فتيجي يوم القيامة خلاص أنت استغفرت ليهم واستغفرت من الذنب اللي أنت عملته للأشخاص دي، فربنا يبدأ إن هو يغفر لك. يبقى بتقول: استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ودوت كده أنت تخيل أنت بتستغفر لكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات، يعني اللي عايشين واللي ماتوا. فتخيل كم الحسنات، جبال الحسنات اللي انت بتستغفره للناس كل يوم، مسلمين ومسلمات أحياء وأموات، فبتكتر في صحيفتك وفي ميزانك الاستغفار. والرسول قال لنا: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كتير. يعني الناس اللي بتستغفر كتير جدا دي أولا حياتها بتتغير في الدنيا، بتلاقي في رغد في العيشة، بتلاقي الأبواب اللي كانت مقفلة في وشك ربنا بيفتحها، بتلاقي رزق واسع، بتلاقي نجاة من المصايب ومن أي هلاك. بتلاقي الناس اللي هم، في ناس كتيرة جدا لو قعدت تسمع قصص كل الناس اللي بتستغفر وبتحافظ على ورد الاستغفار، في ناس ربنا شفاها من أمراض صعبة جدا زي أمراض السرطانات، في ناس كان ربنا مرزقهاش بالخلفة فربنا رزقهم بعد ما بدأوا يداوموا على الاستغفار، في ناس كانوا في الفقر وربنا انتشلهم من الفقر إلى الغنى بسبب استغفارهم الكتير، في ناس كانت حياتهم كلها مقفلة وربنا بدأ يفتح لهم كل الأبواب وكل السكك وييسر لهم كل أمورهم بسبب الاستغفار. فداوم على الاستغفار وحاول إن أنت ما تقلش في الاستغفار عن 1000 مرة يوميا. الرسول صلى الله عليه وسلم رغم كل الخير اللي كان بيعمله ما كانش عنده أخطاء، وكان بيستغفر 70 مرة في اليوم، فما بالك إحنا بقى اللي كلنا ذنوب وكلنا معاصي وكلنا أخطاء. فلازم أقل حاجة تستغفر في اليوم أقل حاجة 1000 مرة، وإن زدت كان خيرا ليك. وطبعا لا يستوي، يعني مش هيستوي اللي بيقول 1000 واللي بيقول أكتر، فدايما كتر في الاستغفار.